في الساعات الأخيرة اتقبض على مداهم واتقبض على شاكر. حلو قوي حملة التطهير اللي ماشية فيها الداخلية دي. شابوه للداخلية. بس وبعدين؟ هو كده خلاص؟ تفتكروا كده خلصت؟ لا، ما خلصتش. عارفين ليه؟ لأن المشكلة فينا احنا. صحيح الدولة عليها مسؤولية ومسؤولية كبيرة، لكن احنا المسؤولية الأكبر والأهم. مش هم دول اللي انتوا بتتابعوهم؟ مش هم دول اللي انتوا بتتفرجوا عليهم؟ مش هم دول اللي انتوا بتعملوا لهم شير وبتخشوا تهزروا في كومنتاتهم؟ مش هم دول اللي انتوا بتعملوا شير لبعض عليهم حتى لو على سبيل النقد؟ حتى لو انت بتخش تشتمه، مش كل ده بيزود له تفاعل؟ مش كل ده هو اللي بيخليه يطلع ترند؟ مش هم دول اللي عيالكم شايفينهم قدوة؟ مش هم دول اللي عيالكم مش هيفكروا في الشغل وهيفكروا في مستقبلهم ولا هيعملوا اي حاجة ولا هيفكروا يتعبوا عشان خاطر نفسهم واحلامهم ان هم يبقوا زي دول ويبقى عندهم فلوس زيهم ويعيشوا حياتهم؟ مش هم دول اللي سمحتوا لهم يخشوا بيوتكم عن طريق الموبايلات اللي انتوا بتسيبوها في ايد عيالكم طول الوقت بدون رقابة؟ صدقوني، انا مبسوط قوي بالحملة اللي عملها الداخلية، ولكن تفتكروا ان كده المشكلة انتهت؟ للأسف لا. لانه حتى لو التيك توك اتقفل بقرار رسمي من الدولة، هيتفتح بطريقة تانية زي برامج الفي بي ان وغيره. لكن المسؤولية الأساسية هي احنا الأب والأم اللي بيسيبوا عيالهم موبايلات في ايديهم 24 ساعة، اللي بيسيبوهم يخشوا على حاجات زي دي بدون رقابة وبدون ما بناخد بالنا. المشكلة فينا احنا اللي ما بقيناش نربي عيالنا على أصول الدين، اللي ما بقيناش نخلي ربنا قدام عينيهم طول الوقت. فلو احنا ما انتبهناش، ولو احنا ما كناش الجهة الرقابية الأساسية في البيت، صدقوني عمر المشكلة ما هتتحل.